أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وسرت برب العرش ذي الجود والعفو مع المصطفى والله لي مخلد صفي وسرت برب العرش ذي الجود عليه سلام الله مولينا فسبي ولا كل سلم وسائل ورتبة عن المصطفى في قيل وجيه وسور واسع واسع له ثياب بمنى الله وسيم وباب وسيل وسيلة إلى خير ذكر خلق وفي الكريم واحد ودوة به لسوانا ما نزل الجور بالأمين ولي نبي للبرايا رسول من به بمثله فعلي أن يأتي الحروب السابعة أحمده سبحانه وتعالى على نعم خير متناهية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله يحيي العزام البارع وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله نبي أرسله بالملة الحادية اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم ورسول سيد السامي العظيم شيخ الرحيم سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اهل الرتب العاليه صلاه وسلام دائم على سيدنا دائمه الدنيا والاخره وسلم تسليما كثيرا ايها الناس إذا كنتم تسمعون المواعظ وقلوبكم خاشعة وإذا كنتم تسيرون إلى الطريق وأبصاركم عنها متعامية وإذا كنتم صحبكم في الدنيا وقلوبكم على حبها متوالية وإذا كنتم أخشبكم إذا أخرجتم وخرجتكم عنها موردة هادية وليس قيد إلا معصيه من نار عاملة ليت سهري أو أحسيها سيغير خروج الخاسرة وإن الحجارة كما يتفجر منها عيون جارية فيا من خالف على عيونهم الأحياء فكأني بكم وعقدت عن مناسككم خالية ونقلت القلوب إلى قبور بالية وأصبحت أولادكم تبكي عليكم بأدمع عالية فاعتبروا بمن مضى قبلكم إلى القرون الماضية فقد سقطتم القضية سقطا خير سلفها وهذه ناصبة بكم ولا أعظم أن صفها الأمر واسعة ثم تقومون بالخروج من أعداد حادية وعورات بادية فما جوابهم إذا حدثوا بعدة خير
الآخرة وتوضع السلاسل في أعناقكم وتصحبكم السبائل وتنادي عليكم كالب أشرف كالب أنت بتقول أشرف واتقوا الله حق تقواه في السر والعلانية. الحديث: سكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أنزل بعضي بعضا فأسرني بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، وأنا أشرف فأصبت ما تلد من الحرب من حولها وأصبت ما تلد من البر من برها. الحمد لله الكريم الجواد العظيم الوهاب حيث قرن في من تابعته السماء الى عمد وغاسل الارض حنانا انجمع وخالق الخلق واحسنه عدد واحد احد الامر. صمد الله لا له سبحانه ولا مولى تفرد بالعظمه والجلال واختص بالعيبة والكمال وتنصى عن الشبيه والمثال. سبحانه هو الكبير المتعالي مجري الرياح ومسحب السهل. أحمده وهو المعبود بكل لسان وأشكره سبحانه وتعالى على كل إحسان وأستغفره قولا غفور منان وأتقرب إليه كل وقت وآن وعني بمن أخلص عند المثال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سعادة تنجي خالدها من العذاب. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي الأواب الناطق بالصواب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم المآب. وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس إن عاد سهر الحي والقوة والشباب وكم أنت مشغول بالمعاصي ولم تخشى العذاب تستطيع عن الناس وتتكلم عليك ليس بينك وبينه كتاب. فإذا أخذت أنت بالمعاصي تتداعى وإذا كنت فيه فلا تتداعى وإذا كنت تصيب في الحماية فيتعاصى وإذا تنحاسب فسأقول أو الملائكة وإذا مسكين ذلك بالتوبة والإقلاع عن السرور والخطايا في الابتلاء والنساء والكبر والرياء والمعاصي وغيرها والإهانة والمغلول وكأني فرقت بين عهد المسرور والتحديد والعدل والمعروف مسؤول عن الآفة في الأحي والقلوب والخيبة والنميمة والسرور مع الأصدقاء والأخوات والأعداء بسبب بين عهد والعقل والمرضية وسحقت العلم والصدق الحمية وبعد المحاسن من خير
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني عيسى بك وذريتها من الشيطان